أهلا بيكم في نوديو أسماء، وأنا أسماء. كل عام وحضراتكم بخير. رمضان كريم. من الأشياء اللطيفة اللي ممكن نعملها في رمضان هي الشرب، والحقيقة من وجهة نظري شوربة الخضار من أفضل الشرب اللي ممكن نعملها، لأن مكوناتها بتخلي قيمتها عالية جدا، وبنعملها بأكتر من نكهة وكلهم ما يتخيروش عن بعض. وهقول لكم على سر كده بيخلي شوربة الخضار ملهاش حل، وبيفرق في طعمها كتير جدا. معانا 3 حبات وسط من البطاطس وحبتين من الجزر وزيهم من الكوسة. كمية الخضار دي بقى بترجع لحضراتكم، ممكن نقللها أو نزودها. كوب من البسلة الخضراء سعته 250 مللي. هنقطعهم كلهم بالحجم المناسب لينا. أنا قطعتهم مكعبات وسط، لا هي صغيرة قوي ولا هي كبيرة قوي. تاني حاجة أو إضافة معانا بصلة مبشورة ناعم وراس توم كاملة. بالنسبة للشوربة معانا 2 لتر من الشوربة، توابلنا ملح وفلفل وكزبرة ناشفة ومكعب مرقة. أنا ضفت ميكس ما بين الزبدة والزيت، بس ممكن نعملها بزيت بس. بضيف البصل يدوب، نقلبه دقيقة وبعدها هضيف كل كمية الخضار. هنتبله بالملح ورشة خفيفة من الفلفل. هنضيف كل كمية الخضار اللي معانا على البصل. هنتبل بالتوابل بتاعتنا، الملح والفلفل والكزبرة الناشفة. هنضيف قالب المرقة. هنفضل بقى نقلب في الخضار لمدة دقيقتين كده مع البصل. وبعدها هنضيف الشوربة. أول ما تغلي هنغطيها ونسيبها على نار وسط أو أقل من الوسط بشوية صغيرين. نسيبها لحد الخضار ما يستوي. ده شكلها بعد الخضار ما خلاص قرب خلاص على السوا. فقبل ما انزله كده بدقيقة بضيف فص من الثوم المهروس ونسيبه يغلي مع الخضار لمدة دقيقة تقريبا. ده شكلها بعد ما استوت والخضار استوى تماما معانا. هنعمل بقى آخر حاجة وهي الطش، وهو ده بقى السر اللي أنا نوهت عليه في البداية. طعمها بيبقى مختلف عن أي شوربة خضار جربتها قبل كده، بجد بتفرق كتير جدا في طعمها. أول الثوم ما يحمر هننزل بيه على الشوربة. جينا بقى لمرحلة الغرف. جربوها بالطريقة دي بجد من الشوربة لذيذة جدا. معلش المحمص ممكن بقى تعتبروها وجبة كاملة، مش هتبقوا محتاجين حاجة جنبها، وطعمها بيبقى حكاية. آخر حاجة بقى إن احنا ممكن نضيف لها أكتر من إضافة، وكلها إضافات اختيارية بس بجد كلهم بيفرقوا في طعمها. أول إضافة وهي الليمون، لو حابين نحط عليها عصرة ليمون خفيفة مش كتير. وكمان ممكن نضيف لها رشة من الشطة، برضو من الإضافات الحلوة جدا مع شوربة الخضار. وآخر إضافة معانا وهي الفلفل. بجد كلها إضافات بتضيف لشوربة الخضار وبتخليها مذاقها خاص جدا، كل واحد على حسب رغبته المفضلة. وممكن نسيبها من غير منكهات خالص ونكتفي بيها كده. فهي من الشوربة الممتعة جدا، وخاصة في شهر رمضان الكريم. أعاده علينا وعليكم بالخير إن شاء الله والبركة. كده بقى وصلنا لنهاية وصفتنا. استنونا إن شاء الله في وصفة جديدة مع نوديو أسماء، وبالهنا على قلوبكم. رمضان كريم.